السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا. من 3 شهور تقريبا أنا كنت جبت لكم خبر وقلت لكم اتصل بيا حد الصبح وكان أحلى صباح، وقال لي على الأخبار بتاعت أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي، صديق ليا يعني. وانتوا ما صدقتوش، وبعد كده الحمد لله الناس كلها نقلت وقالت على المشاكل اللي حاصله في اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي، وكله عايز يتساوى. واللي مش مصدق يرجع للفيديوهات يشوف الفيديو بعنوان اوضه اللبس في النادي الاهلي والعه. انا النهارده الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى جايب لكم برضو انفراد جامد جدا جدا جدا، وهيفرحكم جدا 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 ان شاء الله باذن الله. صدر قرار رجوع ارض اكتوبر لنادي الزمالك، وواقف على بس طريقة أو اشتراطات الدولة لتقنين أو لاستغلال الأرض في خلال 72 ساعة إن شاء الله. جمهور الزمالك هيفرح قوي 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 قوي. بس افتكروا النهاردة يوم الجمعة 17/10، الحمد لله العبد لله أول واحد بشركوا بالخبر الجميل ده. مش مسألة بقى انفراد وسبق وريتش وترند والكلام ده، لأ، بس أول واحد فرحكم، الحمد لله العبد لله. دي أول حاجة وأهم حاجة وأجمل حاجة. ما يعقب ذلك بقى دي رسالة لإدارة نادي الزمالك ولكل ما ينتمي أو لكل من ينتمي لنادي الزمالك. لله بقى حبة تركيز بقى، حبة تركيز بقى وحسن إدارة. ولو أنتوا مش قد الموضوع سيبوها للي بيفهم، ولو أنتوا قد الموضوع هنحاسبكم. احنا عايشين في قلق، داخلين دلوقتي في شهر ونص تقريبا أو شهرين مرار حاجة يعني والعياذ بالله. وشمتنا فينا شوية جماهير، بلاش نقول كلمة وحش، شمتنا فينا شوية ناس حقدة وحسدة وحاجة يعني صعبة جدا. هنقول في أخطاء، هنقول في تقصير، هنقول ده ما كان. اللي جاي بقى، اللي جاي إن شاء الله ارحمونا، ارحمونا. انتوا مش جايين تتشهروا على قفانا ولا جايين تتربحوا على قفانا. حرام عليكم 40 50 مليون بني ادم بيزعلوا بسببكم. اتقوا الله. وللعيبه ارحموا نفسكم شويه وارحمونا. انتوا لو مش عارفين قيمه المكان اللي انتوا فيه سيبوه وامشوا. والله العظيم نطلع ناشئين عادي جدا جدا. احنا الحمد لله النادي الوحيد اللي كل سنه على قد المشاكل دي كلها بنطلع ناشئ واثنين وثلاثه وبيلهسوا وراهم زي الها. عادي، مش هتفرق معانا، والله ما هتفرق مع نادي الزمالك. احنا في اواخر التسعينات طلعنا ما شاء الله اكتر من 8 او 9، وكنت بتشرف ان انا معاهم في الناشئين. من حازم امام لمحمد صبري، مدحت عبد الهادي، معتمد جمال، مؤمن سليمان، احمد عبد الله، وكتير اسامه نبيه. عادي، كل دول طلعوا في موسم ورا او موسمين ورا بعض. ده نادي الزمالك اكبر مدرسه ناشئين في مصر في الشرق الاوسط كله. وكل سنه الحمد لله بنطلع ناشئ او اتنين بيبهروا الدنيا كلها. في فرق تانية بقى لها 20 و25 سنه ما طلعتش لعيب، ويجروا يجيبوا من هنا ويجروا يجيبوا من هنا، يقول لك احنا مدرسه واحنا مبدأ واحنا، وهم شحاتين جرابيع. والله العظيم شحاتين جرابيع. يعني زي اللي بيخطب على خطبه واحد كده، واحده كويسه ايه ده، ده فلان ده جامد وذكي، يبقى هو اختار صح، اروح انا اخد من وراه. مالناش دعوه بغيرنا، ياكلهم قطر. لكن خلينا احنا في نفسنا شويه، حرام. وبعدين بقى رساله اخيره لرموز النادي القدامى اللي الواحد اتربى على حبهم وشافهم وهم كبار في عينيه. كفايه بقى ما تنزلوش نفسكم تاني قصادنا اكتر من كده. نزلتوا من نظرنا قوي قوي. اللي يطلع يعيط، واللي يطلع يكذب عشان يستضيفوه في برنامج وياخد فلوس، واللي يطلع مش عارف ايه. عيب بقى، انتوا كبرتوا يعني، عيب، حرام. انتوا بتتربحوا بايه؟ طب اللي هناك بيقولوا الحق وهم مش محتاجين حاجه، بيقولوا اللي حصل قدامهم بوقايا. لكن انت اللي بتطلع تقول كلام مرسل، ولا انت اللي بتطلع تعيط وبس يا كوكو وبس يا كوكي. عيب يا جدعان، عيب. ده انت ابنك يعني صديقه وحبيبه عمل احسن اغنيه في تاريخ الزمالك، وانت تاريخك في نادي الزمالك وفي المنتخب مكسر الدنيا. انت جاي عليك وقت قعدت طاهر ابو زيد احتياطي. عيب. حبوا بعض شويه. فيلم شحاته ابو كف بجد باين عليه حقيقي. يعني انتوا تعبتونا معاكم. ولاعيبه نادي الزمالك رساله اخيره، احنا معاكم وليكم وفي ظهركم. لكن اقسم بالله وديكوا شفتوا ما بيفرقش معانا حد، ما بيفرقش معانا حد.
وبفضل الله سبحانه وتعالى عشان الاخلاص اللي بنحطه في دماغنا بيتروق، بنجيب لهم حالات نفسيه. عموما ان شاء الله هنفرح وربنا ييسر، ولما يطلع القرار تقولوا اول واحد قال وفرحنا العبد لله. ربنا دايما يفرحنا باذن الله وينصرنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.